نقترب من آخر 5 دقائق على نهاية شوط المباراة الأول. تعادل السلبي ما زال مستمر، هناك تعادل سلبي وحيد حدث في هذه الجولة، تعادل بنياس والظفرة هناك في الغربية. لا نتمنى أن تتكرر النتيجة السلبية في هذا المساء هنا في استاد دبي. انطلاقة رودريغو إلى لويس هنريكي إلى فاندرلي ليسدد كرة، ولكن مضغوط عليه من سلطان سيف. الكرة وصلت سهلة عند حارس المرمى جمال عبد الله. الكرة عند حارس المرمى جمال عبد الله، عالية أمامية الكرة، جهاد لحسين يحاول مر، يا سلام، خطيرة خطيرة خطيرة، جول! الله! فعلها جهاد لحسين وتقدم للأسود بأول أهداف المباراة في توقيت مثالي قبل نهاية شوط المباراة الأول. جهاد لحسين المحترف السوري يضع دبي في المقدمة، مر من المدافع وعلى يمين حارس المرمى عبد الله موسى، يتقدم لدبي بأول أهداف المباراة. 1-0 لمصلحة فريق دبي، 1-0 لمصلحة فريق دبي. ومدرجات استاد دبي جمهور سعيد بتقدم الأسود بهدف مقابل لا شيء. جهاد لحسين يضع فريق دبي في المقدمة 1-0 من فرصة استطاع أن يسجل ويتقدم فريق دبي في شوط غابت عنه الفرص الحقيقية على كلا المرميين. الكرة تبعد من أحمد مال الله إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس لمصلحة فريق الإمارات. مسعود حسن يلعبها أمامية إلى رمية تماس لمصلحة فريق دبي المتقدم في نتيجة المباراة بهدف في الدقيقة 40 عن طريق المحترف السوري جهاد لحسين. أحمد مال الله إلى حارس المرمى جمال عبد الله، جهاد لحسين يطلب خطأ، حكم المباراة يعطي الأفضلية لمصلحة فريق الإمارات هيثم علي في وسط الملعب. في الجهة اليمنى عبد الله جمعة إلى عبد الله علي، الكرة خلصها المدافع علي مسري، جاير دا سيلفا، رودريغو، هيثم علي. الكرة في النهاية إلى رمية تماس لمصلحة فريق دبي. 42 دقيقة لعب، 3 دقائق كل ما يفصلنا على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. دبي 1 الإمارات لا شيء في الدقيقة 40. جهاد لحسين من محاولة استطاع أن يتقدم للأسود بهدف مقابل لا شيء في شوط غابت عنه الفرص الحقيقية تماما. وأول بطاقة صفراء تظهر من الحكم سلطان المرزوقي على حسن عبد الرحمن. بطاقة صفراء لحسن عبد الرحمن لاعب وسط فريق دبي. نلعب في الدقائق الأخيرة، دبي يحاول أن يحافظ على هذا التقدم، فريق الإمارات يحاول أن يعود لنتيجة المباراة قبل نهاية شوط المباراة الأول. رودريغو سيلفا خلف الكرة الثابتة، كرة ناحية لويس هنريكي، جهاد لحسين خلصها، الكرة وصلت إلى دراماني تراوري. تراوري أمام 3 مدافعين ينتظر المساندة، تأخرت كثيرا المساندة، وصلت جهاد لحسين يحاول، يا سلام، يحاول فيها جهاد لحسين اللي تقدم لدبي بهدف المباراة الأول. لويس هنريكي يحاول،
يلعب كرة أمامية أقرب إلى حارس المرمى جمال عبد الله اللي يتركها تغادر إلى خارج أرضية الملعب ويكسب بالتالي ركلة مرمى ويستنفذ أكثر وقت ممكن. نلعب في آخر اللحظات مشاهدينا متابعينا في كل مكان. جمال عبد الله